شفيع المرتضى يوم الحساب، من كان في طاعته مذهبه نال الثواب. مغرم انا يا رب انال منه الهنا، صلوا عليه نور ربنا ساطع هنا. صلوا على نور ربنا الهادي البشير، املي انا يا رب انال به الكتير. زيدوا الصلاة عطر يفوح مسك الختام، جيت اشتكي همي وابوح زاد الغرام، وفي حضرته نلت المنى زاد مطلبي، عالي المقام خير الانام نور مذهبي. صلوا على المختار صلاة نفلح بها، في الساحة والحضرة قبول للمنتهى. صلوا على نور ربنا الهادي البشير، املي انا يا رب انال به الكتير. يا عالم الاسرار بنا تبنا اليك، نظرة قبول للمصطفى محمد نبي. عليه افضل الصلاه والسلام. حبايب قلبي، احلى اخوات في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين داخل مصر وخارج مصر. بحبكم في الله يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كده يجعلها سنه جديده وسنه سعيده وعيد مبارك عليكم يا حبايب قلبي، وجمعه طيبه ومباركه علينا وعلى امه محمد كلنا حبايب قلبي. النهارده الجمعه بقى قلنا ايه، نعمل روتين ونعمل غدا ونظبط الدنيا كده مع بعض يا احلى اخوات في الدنيا. يعني انا خدتها بقى فرصه ان بسنت عندي، قلت لها تعالي تعالي يا بسنت صوريني. فزي ما انتم شايفين كده بقى يا حبايب قلبي، عملت بقى الغدا بتاعنا بنجهزه مع بعض اهوت. ديت الميه اللي هنسلق فيها اللحمه، ماشي يا حبايب قلبي. ولعنا عليها البوتاجاز، ماشي. وبعد ما نولع البوتاجاز بقى بنحط الايه الاشياء بتاعه اللحمه زي ما انتم عارفين. وكانت فعلا حطيتها وغطيت عليها زي ما انتم ملاحظين كده، ان انا مواربه الغطا شويه عشان ايه الريمه او البخاره اللي بتبقى في الاول دي تخرج منها، ماشي يا حبايب قلبي. طب انت بتقلل ايه بقى؟ انا بقلل البسله. طلعت كيس بسله وزي ما انتم شايفين كده ايه بقلله. انا كنت البسله بتاعتي كانت خلصت في رمضان، فوانا في البلد في العيد مرات اخويا ادتني بسله من عندها، وكانت مخزنه سلق، ادتني كيس سلق برضه. قالت لي انا عارفه انت بتحبي محشي السلق، فادتني كيس سلق وادتني كيس بسله من عندها والله. فزي ما انتم شايفين بقى قلت اعمله كده. كنت انا جايبه بسله من البلد وبس خلصت في رمضان، ماشي يا حبايب قلبي. فانا بحبش البسله بتاعت السوبر ماركت او الهايبر والحاجات اللي بالكم منها دي. فهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، قلنا بقى نعمل غدا مع بعض وروتين مع بعض ونظبط الدنيا كده، ماشي. التقليه بتاعتنا بقى ايه، اما تقوم بقى تخش في الحمار شويه، ماشي. هنقوم حاطين الطماطم بقى بتاعتنا. لا لا لا. فزي ما انتوا شايفين كده ايه اهوت كده الطماطم بتاعتنا اهيت نزلنا بيها، ماشي. واحده واحده كده يا حبايب قلبي مع بعض. خلاويص يا ولاد، قولوا خلاويص. اهم حاجه بقى كده ايه، تقوموا تتشجعوا بقى ونشجع بعض والاشياء والاحواء بتاعت يوم الجمعه دي. شويه الغسيل ده بقى كنا حاطينهم امبارح الحبال قبل ما نروح البحر، فيعني المفروض كانوا يتلموا امبارح، ده انا نشرهم من الصبح. فجينا بقى من البحر ايه انتخنا كده وما لمناهمش وسيبناهم بقى للنهارده. لمناهم بقى زي ما انتم شايفين مع بعض كده، وكنا اللهم صل على النبي كنسنا بقى وظبطنا الدنيا. مش عارفه بقى المقطع دوت عدى ولا لسه هيجي. اهو دي الجنينه يا حبايب قلبي، اهو دي الجنينه اللي تحت العماره. لا هي ورا العماره مش تحت العماره، زي ما انتم شايفين كده. البلكونات بتاعتنا يعني جايه فيها من ورا، والعماير التانية اللي قدامنا جايه الاسفلت قدامها اهو يا حبايب قلبي، ماشي. يا رب بس الفيديوهات بتاعتي كده تكون بتفيدكم لو باي حاجه بسيطه اهوت يا حبايب قلبي. احنا عندنا درجه الحراره عاليه جدا جدا جدا، بس انت بتقولي يا خالته الله يكون في عونكم، كنتوا عايشين هنا ازاي؟ يعني احنا امبارح رايحين ما كناش لسه مسحنا ولا كنسنا. انتوا رايحين البحر، انتوا عايشين هنا ازاي يا خالته؟ امبارح رايحين البحر الساعه 4:30 او الساعه 5، وكانت درجه الحراره فظيعه فظيعه كده. فبتقولي يا خالته قبل ما تيجي تعيشي هنا وكنا بنروح جمصه في المصيف، جمصه او راس البر او دمياط، المصيف ما كانش بيبقى حر زي هنا كده ليه؟ قلت لها بس انت سينا درجه الحراره بتبقى فيها عاليه عن اي بلد يعني، عشان الجبل والكلام اللي انتوا عارفينه ده.
فهو يا حبايب قلبي يبقى احنا جهزنا على الغدا بتاعنا، ولعنا عليه ولمينا الغسيل، وبدأنا نروق بقى في الشقة بتاعتنا ونمسح في الشقة انا وبسنت. فبسنت قالت لي يا خالته هاتي كده وانا هنفض وامسح واروق معاكي النهارده. كتر الف خيرها والله، تعبت وبتساعدني من ساعه ما اجت. فانتوا عارفين ان انا ما عنديش بنت، فالبنت فعلا حبيبه والبنت حنينه، يا رب كل اللي لها بنت ما تتحرمش منها ابدا، واللي ملهاش بنات ولسه بتخلف ربنا يكرمها وتجيب بنت او اتنين توأم، ما تعانيش من اللي انا بعاني منه. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، والله العظيم ما شاء الله عليها، ربنا يحميها. كل ما اجي اعمل حاجه تقول لي انا اعمل انا يا خالد، هات انا يا خالد، اعمل يا خالد. اقول لها ماشي يا بسنت زي ما انت شايفه كده. قامت في ثانيه ما شاء الله عليها روقت لي الصاله، وكمان لسه في مفاجاه كمان هتشوفوها بسنت تعملها الوقت. بعاني انا من الموضوع دي دايما. هو العماره بتاعتي يعتبر ما فيهاش حد اصلا خالص، الا يعني في الشتاء ببقى هنا ايام الدراسه، في الصيف انا بس لوحدي بس في العماره. فدايما هي بقى بس انا المقيمه، يعني في ناس بتيجي وتمشي، ناس بتيجي وتمشي. كان العماره 4 ادوار على شقتين، مفيش حد فيها عايش خالص ومقيم، شتاء او صيف او في عيد او غير عيد الا انا. يعني انا ما بنزلش خالص عند اهلي الا هو بس شويه اسبوع العيد، وبرجع اجي تاني، او ما يكون حد من عيال سلايفي بيتجوز وخلاص. فزي ما انتوا شايفين كده يعني قالت لي برضه، هو مش عاوزه احرق لكم المفاجاه اللي هي عملتها. ستفت الكنبه اهي زي ما انتوا شايفين كده، وبقول لها بس انت تطفي المروحه علشان الرمله او الترابه ما تطرش ليكي في الكنيسه اللي انت كنستيه تاني. ماشي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. كان الصبيان لو مثلا عيل منهم سمع الكلمه مره ما بيسمعش تاني، ما بيرضاش يهودق الام. كان البنات احباب الله، وتكفي ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على البنات. يا رب تاني اللي لها بنت ما تتحرمش منها، واللي ملهاش بنات ربنا يبعت لها يا رب. ويعني البنات احباب الله فعلا بمعنى الكلمه، في كل حاجه، في حنان، في كل حاجه، مش ان هو بس يعني لا لا لا، في كل حاجه. دي يعني امبارح لقيتني برضه هبطانه كده، قالت لي لا يا خالته هاتي وانا اعمل مكانك كده. قلت لها بس انت انا مش قادره اروح البحر. قالت لي لا يا خالته مش هنروح. فاهمين؟ خلي ده بقى حد من الصبيان، لا يا ماما هنروح يا ماما، وقعدوا يزعقوا. قلت لها لا امي بس انت انا كنت كويسه، قوم هوديك، انت جايه تتفسحي ولا جايه قعدك في ريحي؟ زي ما انتوا شايفين كده بقى يا حبايب قلب اهيت. كانت ستفت الكنب. شوفوا محمد رايح يقفلها فين. بينقر فيها يا يا محمد قرب خدش عشان الرمله ما تجيش في رجليك تاني وتعمل. شوفوا مش راضي، وانا قاعده اشاور له اهو مناكف، والله العظيم يمكن انتوا سامعين صوته الوقت وانا بسجل لكم اهو. فانا كنت بقى يا حبايب قلبي بقشر التوم بتاع الفته. احنا ايام العيد بقى الفته ديت ما بتتمنعش من عندنا. الاستاذ وائل بيحب الفته دي موت موت كده، فته ام خل. فدايما بقى بخليني في لحمه يبقى في فته كده. فاقول ايوه ده انا هجيب فرخه النهارده مانيش عامله لحمه علشان ما يقوليش فت. فبسنت برضو قالت لي يا خالته الفته بتاعتك دي جميله جدا، كنت انا عاملاها من يومين كده، فخلتني برضو عملتها النهارده الجمعه. فمبسوطين منها قوي، بتقولوا طعمها حلو وكويسه يعني. ماشي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين اهوت، هي بقى كنست وبتمسح هيت وانا بعمل فراخ. فيعني زي ما انتوا شايفين ايد على ايد رحمه او كده يعني. دايما كنت بتفرج على فيديوهات لاي ام ومعاها بناتها، جوايا كده كنت يعني ازعل، بس اقول كده ربنا عليا ان انا ما معيش بنات، والحمد لله رضا برضو على ربنا مدولي، انا راضيه. ويلا ربنا يخلي اللي ربنا يبعته رضا من عند ربنا. ماشي يا حبيب قلبي، انا لكاك انا عارفه وصدعتكم انا عارفه، بس انت قاعده فرحه بتضحك سيبها مش مشكله. فهو بقى يا حبايب قلبي يا رب كده مش لاقيه كلام اقوله والله. الله اكتر ما انا بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا. ربنا يكبر خاطركم. واللي وصل لعندي هنا بقى يحط اللايك والاشتراك ليه بس انت مش ليا، عشان انا كل نوبه اقول لكم حطوا اللايك والاشتراك واللايك والاشتراك، ما بتعبرونيش ولا بتعللوا الفيديو ولا بتعملوا اي حاجه. فاللي بقى بحب بسنت وبشجع بسنت مسخسخه مكسوفه، يحط اللايك والاشتراك لمين؟ لبسنت يا حبايب قلبي. ماشي زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلصنا. قالت لا يا خالته والله العظيم انا من ساعه ما جيت وانت بتتحايلي على محمد واشرف يكنسوا لك السلم، وقامت قايمه ما شاء الله على جبته من الرابع. يا بنتي بس احنا في التال. قالت لا يا خالته هجيبهولك من الرابع عشان تبقى العماره كلها نضيف. يا رب بارك فيك يا بسنت ويديك الصحه يا رب وينجحك، ووعدك ابن الحلال كده يا بسنت اللي يكون محترم وابن ناس طيبه يا رب. فزي ما انتوا شايفين كده ابويا يا حبايب قلبي مسكت السلم جابته من الرابع، يعني البسطه اللي هي نازله عليها ديت لسه قدام شقتي. فانا كنت بقول لك مثلا من قدامنا عشان الرابع ما فيهوش حد، يعني في ناس بس ما هماش موجودين الوقت، بينزلوا في بلادهم يعني ايام الصيف.
فشفتوا بقى احنا عندنا الرمله ناعمه ازاي. فمسكت بقى السلم كله من الرابع للارضي لعند بير السلم. كنيس والله. بس انا ما قلت بقى ايه، انا كنت بصورها وانا واقفه قدام باب الشقه يعني جوه في شقتنا يعني. فما عرفتش اخرج. فقلت بقى كده ايه، انا اصورها الحته ديت. وكملت هي ومحمد بقى اهو كده، كانت كنست وخلصت. حطت لهم بقى انا الخرطوم عندي في الشقه نازل هناك اهو. ومسكتها بقى بسنت كنيس ومسيحره وخلت. عمها وائل جاي من الشغل بيقول لها تسلم ايدك يا بسنت. والله العظيم مخليه السلم. انتوا شايفين اللمعه بتاعته ما شاء الله عليه. او يعني انا السلم دوت ما اتمسحش من رمضان، من ايام ما كنت بروق في الشقه بتاعته ببلط في الشقه بتاعتي. كان اشرف وابن الجيران اللي هو فوق اللي في الرابع يوسف كانوا مسحوه، بس مسيح الهده بعيد عنكم. مش مسحوه ده لوطوه. وزي ما انتم شايفين بقى كانت خلصنا يا حبايب قلبي، وكان غدانا جوز وكنا عملنا الفته اهوت. ماشي. البسله بتاعتنا جميله تحفه ومسكره، والفته واللحمه والشوربه. ودي كان يوم الجمعه بتاعنا وكان غدانا وكان سهل وبسيط. ويا رب يكون بس بفيدكم بمعلومه بسيطه.